في الثانية في المرمى. إذن هدف جديد لفريق الحشد. 18-9 لفريق الحشد. 18-9 لصالح الحشد. ولا زالت المباراة فيها أهداف وإثارة وغزارة تهديفية موجودة في هذا اللقاء من جانب فريق الكرخ وأيضا من جانب فريق نفط البصرة. هناك رمية 7 أمتار لصالح نفط البصرة. رمية 7 أمتار لصالح نفط البصرة. ممكن يسجل حسين فرحان ويسجل حسين فرحان. حسين فرحان يسجل لنفط البصرة. هدف العاشر. 18-10 النتيجة الآن. 18-10 الفارق 8 أهداف. وفريق الحشد لا زال يواصل محاولاته على مرمى فريق نفط البصرة من أجل الوصول إلى نتيجة المباراة والنقاط الثلاث. هنا خطأ ورمية 9 أمتار لصالح الحشد. رمية 9 أمتار لصالح الحشد. هذا أحمد مالك. أحمد خالد لأحمد مالك. سجاد طالب. شنتة. محاولة ممكن عملية تغيير. هنا التصويب وهدف جديد. هدف جديد عن طريق اللاعب شهاب عبد الله. شهاب عبد الله. 19 هدف مقابل 10 لنفط البصر. الفارق 9. محاولة خليل يحاول أن يصوب لكن التصدي لدفاعات فريق الحشد ومنع محاولة خليل إبراهيم. محترف الإيراني مع فريق نفط البصرة خليل إبراهيم. ميثم عودة للأمام من ميثم لكن يفقدها لاعبي فريق الحشد الشعبي. وهنا خطأ. رمية 9 أمتار لصالح نفط البصرة. هذا سيف عبد الحسين اللي اشترك الآن. سيف عبد الحسين يشترك مع تشكيل فريق نفط البصرة. محاولة تدوير ما بين لاعبي فريق نفط البصرة في عملية الوصول إلى المرمى ولكن منتظر قاسم. تصدي ممتاز. تصدي ممتاز ويمنع هدف لفريق نفط البصرة. منتظر قاسم حارس خبرة إمكانيات ممتازة. حارس مرمى منتخبنا الوطني لذلك الأمور جيدة تسير لصالح الحشد على حساب نفط البصرة. 19-10 الفارق 9 قبل النهاية للشوط الأول بأقل من دقيقتين. شوط أول مثالي لفريق الحشد. سكور عالي للاعبي الحشد من خلال الشوط الأول. 19 هدف. نسبة جيدة من التسجيل لفريق الحشد على حساب نفط البصرة. وهنا الصراع يستمر وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ لمصلحة فريق نفط البصرة اللي يحاول أن يقلص الفارق مع فريق الحشد في هذه اللحظات قبل النهاية للشوط الأول. ميثم عودة. سرعان ما تراجع لاعبي فريق الحشد أمام محاولة نفط البصرة ومنع المحاولة الوصول إلى المرمى. دفاع لفريق الحشد وعملية الإنقاذ. هذا سجاد طالب. منتظر قاسم. حارس المرمى أحمد خالد عدنان. والده أيضا مدرب خالد عدنان اللي سبق وندرب ديال الكرخ في دوري كرة اليد. هنا محاولة سجاد. عملية الدخول والتسجيل والهدف 20 لفريق الحشد. هدف 20 لفريق الحشد. أشرف مؤيد. دخول ممتاز لأشرف مؤيد. وهنا ميثم عودة يصوب لكن دائما منتظر قاسم في الموعد وبدر الدين بكرة جميلة. والله على اللقطة وعلى الهدف وعلى الهدف الجميل. الله على هدف جميل بطريقة ذكية. والحشد 21 مقابل 10 لفريق نفط البصرة. ومع هذا الهدف الجميل
طاقم التحكيمي ينهي الشوط الأول ما بين الفريقين لصالح فريق الحشد 21 مقابل 10. أحبتي حتى العودة وإياكم للشوط الثاني، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في مطلع الشوط الثاني لهذا اللقاء.
إذا نعود وإياكم أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي ومجريات الشوط الثاني للقاء نادي الحشد بمستضيفه نادي نفط البصرة لحساب الجولة 13 لدوري النخبة العراقي لكرة اليد، بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي لصالح الحشد ب 21 هدف مقابل 10 أهداف لنفط البصرة، والحشد اللي بدأ يلعب من اليسار لليمين ونفط البصرة بالأحمر يلعب من اليمين لليسار. وأولى المحاولات من خلال الشوط الثاني لصالح الحشد، وهدف أول بمطلع الشوط الثاني أحمد خالد عدنان 22 الحشد، هدف في بداية المباراة بداية الشوط الثاني والثواني الأولى للشوط الثاني يسجل فريق الحشد الهدف الثاني والعشرون في هذه اللحظات عن طريق أحمد خالد عدنان. محاولة إذن لفريق نفط البصرة، يحاول على مرمى فريق الحشد، حاول كثيرا لكن الحشد يدافع بشكل ممتاز أمام محاولات نفط البصرة، سرعان ما يعود بالمرتدات بشكل ممتاز فريق الحشد ويسجل الأهداف. أنهى الشوط الأول بسكور جيد لفريق الحشد 21 هدف، ومطلع الشوط الثاني سجل هدف 22-10، فارق 12 هدف على حساب نفط البصرة في محاولة للمرور والتسجيل، وهدف لفريق نفط البصرة، هدف لنفط البصرة علي مهدي، الهدف ال11 لفريق نفط البصرة 22-11. عملية المرور الآن للحشد، هنا خطأ ورمية 9 أمتار، شوط ثاني سريع ما بين الفريقين. بدر الدين حمودي إضافة مع فريق الحشد بعد نهاية رحلة الاحتراف مع نادي الفحيحيل الكويتي، يعود إلى الدوري العراقي عبر بوابة نادي الحشد. بدر الدين حمودي، كرة لمصلحة فريق الحشد، أقرب لي محاولة وهدف، هدف لمصلحة فريق الحشد، هذا وائل حافظ 23-11 للحشد على حساب نفط البصرة 23. يمتلك زمام الأمور الحشد من خلال الشوط الأول وأيضا بداية الشوط الثاني على حساب نفط البصرة اللي حاول جاهدا أن يقف ند أمام فريق الحشد، لكن القوة الضاربة الموجودة مع فريق الحشد والأسماء المميزة، تحدث عن بدر الدين حمودي، أحمد عدنان، طبعا وائل حافظ، الحارس منتظر قاسم، كل هذه الأسماء يعني أسماء مميزة، وبالتالي يصنع الفارق فريق الحشد على حساب نادي نفط البصرة. هنا خطأ لمصلحة فريق الحشد، عيد هالطاقم التحكيمي 23-11. عودة أحمد عدنان، أحمد خالد عدنان يعود لأرضية الملعب بعد إجراء التغيير قبل المدرب محي صلاح الدين. فريق الحشد عملية تغيير، سجال طالب، محاولة ممكن تصويب على المرمى، تستمر لمصلحة فريق الحشد، وهنا سجال طالب يسجل، حلوة لسجال طالب شنت، عملية دخول ممتازة وتسجيل هدف 24 للحشد، 24 للحشد مقابل 11 لمصلحة فريق نادي نفط البصرة. 24-11. يبدأ فريق الحشد الشوط الثاني كما بدأ الشوط الأول بالهجوم الضاغط على مرمى فريق نفط البصرة. محاولة لنفط البصرة، هذا الموسم منافس قوي فريق الحشد على لقب الدوري، ومنتظر قاسم لا زال متألق أمام محاولات نفط البصرة. منتظر قاسم صعب، سجل على حارس خبرة، حارس ممتاز، حارس منتخب وطني. منتظر قاسم يتصدى لأغلب المحاولات اللي شاهدناها في الشوط الأول وأيضا في بداية الشوط الثاني، لذلك يبقى حارس مميز في دورينا منتظر قاسم. 24-11 فارق 13، والحشد في طريقه لحصد ال3 نقاط على حساب نفط البصرة. هذا أحمد خالد، بدر الدين، محاولة الدخول ممكن، وهنا أحمد خالد، حاول الدخول أحمد خالد عدنان،
خطأ، ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق الحشد. محاولة الدخول على المرمى، هنا الإعاقة، وسجاد طالب. وائل حافظ، وائل يحاول التصويب وهدف جديد، هدف جديد لصالح الحشد. وائل حافظ يسجل لفريق الحشد 25 11. ولحد الآن نفط البصرة عاجز عن التسجيل. محاولة تبقى لصالح نفط البصرة. عملية تغيير هناك على الطرف الأيمن، عادت لحسين فرحان. يحاول حسين، أيضا كثير الأخطاء لاعبي فريق نفط البصرة، ذلك يكلفهم الكثير. قد تكون نتيجة كبيرة لفريق الحشد على حساب نفط البصرة. وهنا بدر الدين بالحركة المعتادة يسجل بدر الدين حمودي لمصلحة فريق الحشد 26 11. على المدرب رعد خنجر أن يتدخل في هذه الأثناء. هذا هو بدر الدين حمودي الواضح أمامنا في الصورة، لاعب منتخبنا الوطني. محاولة تبقى لمصلحة فريق نفط البصرة. كرة يتناقل لاعبي فريق نفط البصرة، لكن صعوبة لاعبي نفط البصرة بإيجاد الحلول. لكن هذه المرة ينجح المحترف الإيراني خليل إبراهيم لإيجاد الحل والتسجيل في مرمى منتظر قاسم. 26 مقابل 12، أصبحت النتيجة 14 هدف هو الفارق. وبدر الدين، لكن أضاع بدر الدين. هو التمويه جميل كان من بدر الدين، لكن تصويبته لم تستقر في شباك مرمى نفط البصرة، وضاعت على فريق الحشد مضاعفة النتيجة. عادت إلى الحشد، تعود هناك على جهة اليسار. ميثم صبري يغادر، أحمد خالد، وائل حافظ، سجاد طالب. كرات بحوزة لاعبي فريق حشد الشعبي. بدر الدين حمودي، عادت لوائل حافظ. وائل إلى أحمد خالد. أحمد يحاول الدخول على المرمى، لكن يعيدها إلى وائل حافظ. هناك على الجهة اليسرى أقرب لشهاب عبد الله. محاولة لسجاد طالب، عملية التحضير بشكل جميل، والتسجيل أيضا أجمل من حمودي ناصر، أجمل من بدر الدين حمودي ناصر. يسجل هدف جديد 27. إذن الحشد يتقدم على حساب نفط البصرة 27-12. بدأ يوسع الفارق أكثر فأكثر لاعبي فريق الحشد على حساب نفط البصرة. لم نشاهد أي ردة فعل للاعبي فريق نفط البصرة لمجاراة الحشد في هذا اللقاء. وهنا الحارس علي أحمد عبد الستار أيضا يتألق، البديل لمنتظر حارس علي أحمد. هنا المحاولة، وهنا هدف 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 لفريق الحشد، هدف لفريق الحشد 28 هدف. هذا أشرف يسجل لصالح الحشد 28-12 تحت أنظار المدرب محي صلاح الدين مدرب الحشد. 28-12. محاولة لنفط البصرة، يحاولون التسجيل في هذه اللحظات وإيجاد المساحات. وهنا عملية الدخول، وهنا هدف لفريق نفط البصرة، هدف لنفط البصرة. المدرب رعد خنجر يحث لاعبيه تقديم عطاء أكثر. وهنا هدف أيضا، هدف هنا وهدف هناك. 29 الحشد 13 فريق نفط البصرة. 29 الحشد 13 نفط البصرة. 29-13 النتيجة. محاولة لنفط البصرة، عملية تحضير، ممكن التصويب على المرمى، لكن الحارس يتصدى. علي أحمد عبد الستار حارس المرمى لفريق الحشد. هنا سجاد طالب، من جديد سجاد طالب يحاول الدخول على المرمى، مر بهذه الطريقة، وهدف أيضا لسجاد. حلوة حلوة لسجاد.
29 13. رغم التغييرات للمدرب رعد خنجر والتدوير في اللاعبين، لكن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة لفريق نفط البصرة أمام الحشد. 29 13. عملية الهجوم لنفط البصرة، خطأ ورمية 9 أمتار. خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق نفط البصرة. هناك على الجهة اليمنى محاولة تستمر عملية الدخول، وهنا التسجيل لمصلحة فريق نفط البصرة. الهدف الرابع عشر لفريق نفط البصرة. 29 14. سجاد طالب، أحمد خالد، أحمد لوائل، لسجاد طالب، وائل حافظ، سجاد طالب. هناك عن طريق الجانب الأيسر شهاب عبد الله. هنا عملية الدخول والتصويب على المرمى، لكن تصدي ممتاز لحسين خالد حارس المرمى لفريق نفط البصرة، وكرة طويلة من حارس المرمى حسين، لكن يتفطن لاعبين الحشد لهذه المحاولة وعملية الإنقاذ. هنا الفاست بريك ممكن لفريق نفط البصرة الوصول إلى الهدف الخامس عشر، لكن العارضة تتصدى والمحاولة تستمر والمتابعة موجودة، وهدف لفريق نفط البصرة. موسى الكاظم عادل 15. يسجل نفط البصرة 29 فريق الحشد. 29 15 الفارق 14. هدف لفريق الحشد. بعض الشيء فريق نفط البصرة بدأ يتحرك على مرمى فريق الحشد، لكن كلما أراد الاقتراب من النتيجة الحشد يوسع الفارق. هنا وائل، تصويبة قوية من وائل لكن بعيدة عن مرمى فريق نفط البصرة، إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. نفط البصرة يبادر بالهجوم الآن. نفط البصرة وبلدية البصرة ممثلين عن البصرة في دوري النخبة العراقي لكرة اليد. 30 15. محاولة التدوير لفريق نفط البصرة، عملية التحضير، ممكن تصويب على المرمى، لكن دفاع فريق الحشد يمنع كل محاولات نفط البصرة، عدم الوصول والتسجيل. وهنا السحب، واضح. وهنا هدف لفريق نفط البصرة 30 16. 30 16 لصالح الحشد على حساب نفط البصرة في أولى مباريات الجولة 13 لدوري النخبة العراقي لكرة اليد. أولى المباريات، بعد هذه المباراة راح تكون أيضا مباراة قمة ما بين الكرخ بمستضيفه نادي كربلاء. هنا خطأ ورمية 9 أمتار لصالح نادي الحشد، أو رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار للحشد. الأمير علي، الأمير علي جاسم على رمية 7 أمتار يسجل من خلالها هدف جديد لفريق الحشد. 31 16 نفط البصرة. 31 16. هنا تصويبه القائم الأيمن يمنع محاولة نفط البصرة للوصول إلى هدف جديد. وهنا الأمير بمرور أكثر من رائع من الأمير ويسجل هدف جديد لفريق الحشد، هدف جديد لفريق الحشد. 32 16. فارق 16 للحشد على حساب نفط البصرة. عملية التدوير، تغيير، محاولة قائمة، نفط البصرة يسجل نفط البصرة عن طريق اللاعب حسين حسن. 17 32 17. عملية الهجوم الآن، الحشد يحاول مضاعفة النتيجة.
عملية التحضير والتمرير، وهنا بطريقة ذكية هدف لمصلحة فريق الحشد الشعبي عن طريق الأمير علي جاسم. 33 17 لفريق نفط البصرة. كرة لمصلحة نفط البصرة. عملية الدخول، هنا حكم المباراة تشير إلى وجود خطأ رمية 9 أمتار لصالح نادي نفط البصرة. نقل الكرة بهذه الطريقة. نفط البصرة بعيدة عن لاعبي نفط البصرة، حاول أن يعيدها قبل خروجها، وتصبح المحاولة الآن لصالح فريق الحشد الشعبي. الحشد الشعبي محاولة لفريق الحشد، يحاول دخول أحمد عدنان. هدف جديد لفريق الحشد. 34 17. هنا المحاولة فريق نفط البصرة مع عملية التغيير ما بين لاعبي نفط البصرة. موسى الكاظم عادل يعود مع التشكيل لفريق نفط البصرة. تستمر المحاولة. نفط البصرة وتصويب، لكن تصدي ممتاز من علي أحمد عبد الستار. علي أحمد عبد الستار تصدي رائع، وهنا هدف رائع أيضا لفريق الحشد. وائل يسجل هدف جديد للحشد. 35 17. تستمر المحاولة لصالح فريق نفط البصرة. محاولة تصويب على المرمى. حشد الشعبي أيضا متألق الحارس البديل علي أحمد. خير خلف لخير سلف لمنتظر قاسم الحارس الأساسي والحارس الخبرة، لذلك أيضا علي أحمد يقدم مستوى طيب، مستوى جيد مع فريقه. تستمر النتيجة 35 الحشد مقابل 17 نفط البصرة. هنا عملية دخول من سجاد والتمرير، لكن بعيدة إلى خارج الملعب، تصبح لصالح الحشد. وائل، دخول ممتاز من وائل وتصويب، لكن خارج الملعب. لامست الشباك من الخارج لمصلحة فريق حشد الشعبي. لمرمى فريق نفط البصرة ضاعت محاولة وائل على مرمى فريق نفط البصرة. لتستمر المحاولة. نفط البصرة توقف عن التسجيل فريق نفط البصرة. عملية التحضير، تغيير من سيف عبد الحسين. المحاولة تستمر. هنا التمريرة، هنا المحاولة، تغيير اللعب، لكن حكم المباراة أيضا يشير لوجود رمية 9 أمتار لمصلحة فريق نفط البصرة. هنا عملية دخول وتصويب على المرمى، وهدف لفريق نفط البصرة. حلوة لحسين فرحان، دخول ممتاز، والمحاولة تعود، وهنا هدف لفريق الحشد. لاحظ عزيزي المتابع والمشاهد سرعان ما يعود فريق الحشد، يعني لا يعود بسرعة لاعبي فريق نفط البصرة للدفاع عن مرماهم، لذلك تشاهد عندما يسجل فريق نفط البصرة سرعان ما يعود بالمرتدة لاعبي فريق الحشد ويسجل. إذا 36 18 محاولة الدخول، تصويب خاطئ إلى خارج الملعب، لتصبح المحاولة صالح فريق الحشد. الأمور واضحة تماما أن فريق الحشد ماضي لحصد النقاط الثلاث. هنا تصدي للحارس
هنا تصدي للحارس حسين خالد. شاهد القرار، يبدو لي رمية 7 أمتار لمصلحة فريق الحشد أو 9 أمتار. عودة أحمد خالد عدنان. سجاد طالب. محاولة لمصلحة فريق الحشد. سجاد من جديد. عملية تغيير لجهة اليسار. تستمر عملية الدخول ممكن. هذا وائل، تصويبة قوية جميلة من وائل. حلوة لوائل، هدف جميل. هدف جميل لوائل حافظ. تصويبة من مسافة بعيدة كانت قوية على الحارس حسين خالد، وبالتالي مرت إلى الشباك. هدف جديد لفريق الحشد. بدأ بتدوير اللاعبين. المدرب محي صلاح الدين قد يكون اطمأن على نتيجة المباراة. 37 فريق الحشد. هنا عملية الدخول، وأيضا القائم الأيمن يعاند فريق نفط البصرة من أجل التسجيل. لتعود الآن الفاست بريك المرتدة، وهنا هدف جديد. هدف جديد. هدف جديد. 38 الحشد، 38 18، فارق 20 هدف، يعني فارق مريح جدا لفريق الحشد. 38 هدف مقابل 18، فارق 20 هدف. سكور عالي جدا يسجله فريق الحشد على حساب نفط البصرة. اطلاقا لم يكن احد يتوقع ان النتيجة بهذا الفارق، على اعتبار ان نفط البصرة من الفرق اللي ايضا تقدم اداء جيد في بعض المباريات، لكن فريق الحشد يكشر على النيابة في هذا اللقاء ويحقق نتيجة كبيرة لغاية الآن. هنا الفاست بريك، وهنا هدف جديد، لكن الحارس حلوة لحسين. حلوة لحسين خالد حارس المرمى. رغم أن فريقه يعاني، لكن هو يقدم مستوى جيد الحارس حسين خالد. تصدياته ممتازة حسين خالد حارس المرمى لفريق نفط البصر. محاولة لصالح الحشد. عملية التحضير، هذا يونس غالب أحد البدلاء الجدد مع فريق الحشد. يونس غالب. محاولة الدخول، هذا يونس. محاولة العودة إلى سجاد طالب. سجاد طالب شنته إلى يونس غالب. لسجاد من جديد، يحاول سجاد. أحمد خالد، تمريرة، محاولة، هدف جديد لكن خطأ، و تصبح لصالح نفط البصرة. خطأ على الحشد. محاولة التحضير، تمرير لكن بعيدة، وهنا عملية تصويب وهدف جديد لفريق نفط البصرة. إذا 38 19، 38 19. ثمانية وثلاثين 19. تبقى المحاولة لصالح فريق نادي الحشد، وهنا تصويبة وهدف. هدف 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 لفريق الحشد. 39 19. يعود الفارق إلى 20 هدف. يعود الفارق إلى 20 هدف لصالح الحشد على حساب نفط البصرة في هذا اللقاء. محاولة نفط البصرة. ضغط من دفاعات الحشد على لاعبي فريق نفط البصرة. يدافع يهاجم بشكل ممتاز فريق الحشد. أراح بعض الأسماء المهمة مع التشكيل للفريق المدرب محي صلاح الدين، يعني أبرزهم بدر الدين حمودي. أراح المدرب للمباريات المقبلة. يريد فريق الحشد المنافسة على اللقب خلال هذا الموسم مع الجيش والكرخ. هنا عملية تدوير تحضير ما بين لاعبي فريق نفط البصرة في عملية الوصول إلى هدف، إلى تسجيل فريق نفط البصرة، وعملية تمرير، لكن هنا خطأ ورمية 9 أمتار لصالح فريق نفط البصرة، وهنا خطأ آخر. خطأ آخر. خطأ آخر. هنا
عملية التحضير، وأعتقد هنا خطأ لصالح الحشد الشعبي. هنا عملية المرور والتصويب، لكن حلوة الحسين، يتصدى حارس المرمى لفريق نفط البصره. نفط البصره محاولة على مرمى فريق الحشد، عملية تحضير، ممكن تصويب على المرمى، بعيدة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. لم يستغل الكرات القريبة إلى المرمى لاعبي فريق نفط البصرة. وهذا حسين خالد أيضا تصدي ممتاز، تحمل عبء كبير حراس مرمى فريق نفط البصرة، خصوصا الحارس الواضح أمامنا في الصورة حسين خالد من قبل لاعبي فريق الحشد. قبل لاعبي فريق الحشد. تستمر محاولة فريق نفط البصرة، دخول، تحضير، تمرير، لكن هجوم الآن لنفط البصرة، أقرب لحسين فرحان. تستمر المحاولة، هنا الكادر التدريبي والبدلاء لفريق الحشد، وهنا هدف جميل لفريق نفط البصرة، والتعليمات توجيهات للمدرب رعد خنجر والكادر المساعد، وهنا خطأ لا يحتسب الهدف. أو احتسب الهدف لفريق الحشد. إذن 40-20 لفريق الحشد على حساب نفط البصرة. أتمنى من مخرج المباراة يأتينا بالنتيجة. لوحة التسجيل ممكن مخرج المباراة. إذن على بعد أقل من 3 دقائق 41 فريق الحشد. محاولة لمصلحة فريق نفط البصرة، خلاص خسارة واقعة لا محالة لنفط البصرة أمام الحشد في هذا اللقاء. الحشد يرفع رصيده إلى 33 نقطة مؤقتا بانتظار لقاءات الجيش والكرخ المتصدرين لجدول الترتيب. محاولة لمصلحة فريق الحشد، عملية التغيير، المحاولة تستمر. الحشد يحاول دخول، هنا التمرير لكن بشكل خاطئ. عادة الفاست بريك، نفط البصرة ممكن الآن يسجل، لكن أيضا ضاعت على لاعبي فريق نفط البصرة وتدخل. هنا خطأ، رمية 9 أمتار لمصلحة فريق نفط البصرة، رمية 9 أمتار لفريق نفط البصرة. إذن حكم اللقاء مع حكام الطاولة في هذا اللقاء والحديث. وهنا الدخول والتسجيل، هدف لفريق نفط البصرة، هدف لفريق نفط البصرة عن طريق اللاعب ميثم، يسجل لنفط البصرة، لكن للسرعانة أيضا ما يعود فريق الحشد ويسجل هدف أيضا عن طريق حسن حامد، يعني من اللاعبين البدلاء اللي أشركهم المدرب. إذن 42-21 فريق الحشد، نتيجة كبيرة، سكور عالي لفريق
حشد على حساب نفط البصرة. هنا المحاولة عمل التمرير والتحضير، هذا ميثم حاول يعيدها للخلف، المحاولة تستمر. نفط البصرة حاول أن يسجل قبل النهاية للمباراة. محاولات لاعبي نفط البصرة أمام التسجيل، وهنا التصويب والتسجيل حلوة لفريق نفط البصرة. إذن هدف آخر لفريق نفط البصرة. إذن 41-22، ثواني قليلة. الحشد أكيد هي الأهداف مهمة، لأن أكثر فريق سجل أهداف هو فريق الكرخ. وهنا عملية التصويب لكن يتصدى حارس المرمى حسين، وهنا كرة طويلة للأمام والصراع، وبعد ذلك الخطأ لمصلحة فريق نفط البصرة. إيقاف لمدة دقيقتين ليوسف غالب لارتكابه خطأ. إيقاف للاعب فريق الحشد يونس غالب. نفط البصرة محاولة، وهنا عملية الدخول ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة. الحسين يشكو من إصابة، ورمية 7 أمتار. الأمور خلاص انتهت والمباراة انتهت، لكن تنفيذ وبعد ذلك تأتي صافرة النهاية للمباراة. مبروك لفريق الحشد هذا الفوز، ونقول هارد لك لفريق نفط البصرة الخسارة في هذا اللقاء في افتتاح الجولة 13. وهنا منتظر، وفي هذه الأثناء حكم اللقاء يطلق الطاقم التحكيمي يطلق الصافرة النهائية الكاملة للقاء الحشد ونفط البصرة بفوز فريق نادي الحشد ب41 هدف مقابل 22 هدف لصالح فريق نفط البصرة. أحبتي نلقاكم في مواعيد جديدة مباراة قادمة. تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي. صدر العدد الجديد من مجلة الشبكة العراقية. اقرأ في هذا العدد: وزير النقل: مشاريعنا في 2025 ستحقق تحولاً حقيقياً في التجارة المحلية والدولية. ماذا تعرف عن منصة بيع الدولار في بغداد؟ سيرك الأسدي يتألق في مهرجان بغداد والمسرح العربي. الأم طليعة: دراما عائلية من أرض الواقع. وفي مقالة رئيس التحرير: الخطوات الأولى لانطلاق قناة تلفزيونية للأطفال. مع أبواب المجلة الثابتة: أزياء، ثقافة، تكنولوجيا، فنون، وأخبار الرياضة. مجلة الشبكة مجلة العائلة العراقية، تصدر عن شبكة الإعلام العراقية. شوتابوثة 3 كولرز أي أرخى بش قربة لمطايا من قنيثة عراقيتها كي مقروة 3 كولرز لتشمشياثه بوداقاي الوكيل خا